كرة حلوة، كرة حلوة مفيش كلام. بس الثبات أهم. أصعب حاجة في الدنيا إنك تعيش في ظل حد ناجح والناس تحكم عليك قبل ما تلمس الكورة من الأساس. مصطفى شوبير عاش سنين حياته بيسمع كلمة واسطة بتتردد في المدرجات وعلى السوشيال ميديا، كأن موهبته وتصدياته ملهاش تمن لأن والده هو الكابتن أحمد شوبير. لكن أوفا اختار أصعب طريق للرد، اختار السكوت والشغل في صمت. والثبات اللي شفناه في ليلة 31 مارس 2026، ليلة سقوط الماتادور قدام أبطال أوروبا وأول فريق على العالم منتخب أسبانيا. النهاردة هحكي لكم الحكاية اللي ما يعرفهاش كتير، من الملاعب الترابية في الناشئين لليالي الرعب في أفريقيا وصولا لملعب إسبانيول. أهلا بيك في حلقة جديدة ودسمة جدا من سيجما سبورت. قبل أي حاجة اخبط اللايك المتين وارزع السبسكرايب. الحكاية بدأت من قطاع ناشئين النادي الأهلي. تخيل طفل صغير بيلبس قفازات حراسة المرمى وكل اللي حواليه بيقارنوه بأسطورة زي والده. في الناشئين مصطفى ما كانش الحارس الأساسي بالاسم، كان الحارس اللي بينقذ فريقه في أصعب الماتشات، قاد فرق الشباب للفوز ببطولات كتير، وكان معروف عنه إنه مختص ركلات الجزاء. بفضل هدوءه وثباته تم تصعيده للفريق الأول في 2019، وبدأ رحلة الصبر على الدكة لمدة 4 سنين كاملة، مستني اللحظة اللي ربنا كاتب له فيها إنه يلعب ويبدأ يثبت نفسه.